اهلا بيكم. لو انت واحد عايز تبدا بزنس في 2026، انا ناوي ان انا اديك خريطه ازاي تبدا انت تحط تفكيرك بطريقه مظبوطه عشان تبدا بزنس بشكل صح، عشان تبدا انت تشوف هتبيع ايه وهتبيعه لمين، ايه الخطوات اللي تبدا بيها، راس مالك عامل ازاي، سواء هو تجاره الكترونيه او غيره. بس طبعا طالما معظم المحتوى بيتكلم عن التجاره الالكترونيه الى حد ما، فهبقى بركز اكتر في الحته دي. لو مش ده الحاجه اللي انت عايز تفكر فيها، او مش دي الحاجه، مش البيزنس اللي هي هدفك في 2026، يبقى كانك ما شفتش الفيديو. لكن من غير ما اطول عليكم، يلا بينا نبدا على طول. طيب تعال نتكلم بقى على اغلب الناس لما تيجي تقول ان هي عايز تبدا بزنس، سواء هي دخلت في الاكاديميه او ما دخلتش الاكاديميه، سواء هي عايزه تعمل حاجه مش عارفه لسه راس مالها ايه، ومش فارقه هي الكليه، مش فارقه انت مين بالظبط، مش فارقه انت ايه اللي في حياتك، لكن في كام حاجه معينه انت محتاج تبدا انت تفكر فيها ومحتاج تبدا انت تفهمها كويس جدا. انصح طبعا اي حد لو ما شافش الفيديو بتاع البيزنس مش لكل الناس في 2026 بسبب كميه الكومبيتيشن وبكميه المنافسين اللي موجودين في السوق حاليا في التجاره الالكترونيه، انصح برضو تشوف الفيديو ده قبل ما تشوف الفيديو اللي انا هشرح فيه دلوقتي طريقه تفكيرك المفروض تبقى عامله ازاي. لكن غير كده تعال نتكلم في البدايات. اول حاجه اللي انت محتاج تبص عليها وتفكر فيها كويس جدا، وده بيمشي الاثنين مع بعض، بيمشوا في نفس الوقت. تعال نبدا الاول ان احنا نقول هو والوي سيل تو، هنبيع لمين، وتاني حاجه اللي هي وات تو سيل. وليه بقول الجملتين دول؟ لان اغلب الناس لما بتيجي تخش في اونلاين بزنس، او اغلب الناس لما بتحب انها تبدا تفتح مشروع، هي ما بيكونش عندها الاجابات بتاعت الاسئله دي، وتبقى دايما بتفكر فيها في حته انا هشوف ايه الحاجه الترندنج واشتغل بيه. انا هاخد منتج من قدامي على علي اكسبريس او سي جي دروب شيبنج او ايا كان ايه هو البلاتفورم اللي تستخدمه، هاخد المنتج ده، هاخد نفس الاعلانات وهبدا اشتغل بيه. وممكن ده الموضوع ده يكون كان ناجح وكويس في 2017 2018 لما جاب بدايات الاي كوميرس اكتر. طبعا هي باديه من زمان، بس يعني اكتريتها في مصر او في الوطن العربي انتشرت اكتر الفتره دي، لكن توحشت في الكوفيد. لكن حاليا بسبب وجود الكومبيتيشن الموضوع محتاج ان هو يبقى بسيستم وستراكشرد اكتر من كده بكتير، ومحتاج تفهمه ليه. طيب دول بيمشوا مع بعض، تمام؟ ليه؟ لان انت عشان تعرف وات تو سيل او انت هتبيع ايه، انت بيكون دايما عندك 3 اختيارات. قبل بقى ما تخش وتشوف مثلا ال 15 مليون منتج اللي هم موجودين اونلاين، محتاج تبقى انت عارف نفسك برضو الاول في 3 حاجات هم عاده بيسموهم ال 3 بيز. اول واحده وهي البين، تاني واحده اللي هي بروفيشن، وتالت واحده الباشن. تمام؟ وخلينا ناخدها واحده واحده بقى كده. هنفترض وهدي مثال عشان بس الناس تبقى فاهمه اكتر انا بتكلم عن ايه في كل واحده من دول. بين وهو الالم اللي انت مريت بيه مثلا في فتره من الفترات. فنفترض مثلا انت واحد او واحده كان الوزن كبير جدا، وبالتالي كنت عايز، ده كان مسبب لك او مسبب لك الم في حياتك بشكل مرعب، وبعد كده مشيتي على نظام غذائي معين وبدانا نتمرن، وبعد كده لقيت ان ده حاجه حلت الجزء اللي احنا عندنا مشكله فيه، فبالتالي بقت حاجه من جواك ان انت حابب انك تفيد الناس او حابب انك تشتغل في حاجه زي دي. ده عاده بيكون اكتر الحاجات اللي بتقدر انها تخليك تبدع في الحاجه اللي انت بتقدمها، لان دي حاجه انت فعلا مريت بيها، دي حاجه انت فعلا عارف مشاكلها كانت فين، عارف الخطوات اللي انت دخلت فيها وعندك مشاكل فيها كانت ايه. فمش بتكون سهله طبعا، بس من الاسهل من دول انك تبدا ان انت تحط فيها كل مجهودك، لان انت عارف قد ايه الموضوع كان فيه الم. تاني، البين زي ما احنا قلنا ممكن يكون مثلا حد كان عنده مشكله نفسيه في حاجه، فيقدر ان هو يعالجها في الاخر بمنتج. يعني اسهل حاجه انك تطلع من ده منتج، ما تشغلش بالك بده، لان المنتجات اونلاين هو اكتر مما انت متخيل. ممكن الموضوع يتباع ككورس، ممكن الموضوع يتباع كبي دي اف، ان هو لو حاجه مثلا حاجه نفسيه مثلا، اللي هو ازاي تقدر ان انت في خلال 15 يوم 20 يوم تطلع نفسك من الاكتئاب، ودي حاجه مثلا انت مريت بيها، فتقدر انت تحولها في الاخر لمنتج وتبدا انت تبيعها. دي مش حاجه عيب، دي حاجه انت مريت بيها فعلا، فانت عارف مشاكلها ايه، فانت عارف هتحلها ازاي. دي اول واحده. وتاني دي اكتر الحاجات اللي هي بتدي للبني ادم كرياتيفيتي ان هو يطلع احسن ما عنده عشان يقدمه كمنتج ويقدمه كسيرفيس. تاني واحده عشان نعرف مثلا هنبيع ايه كبدايه، البروفيشن، واللي هو الجزء طبعا ده مش للناس اللي هي في الكليات حاليا او لكليات معينه، اللي هو انت بتشتغل ايه دلوقتي. فلنفترض ان انت مثلا حاليا انت بتشتغل بياع، انت سيلز في العقارات مثلا. وبالذات ليه بقول عقارات؟ عشان ممكن يكون ده اكتر شغلانه حاليا الى حد ما موجوده بسبب كميه التليفونات اللي احنا بناخدها يعني. بس انت عايز تحول البروفيشن دي لمنتج انت عايز تبيعه اونلاين، فممكن يبقى سيستم ستيب باي ستيب ازاي تجيب عميل، سيستم ستيب باي ستيب
ازاي تكلوز ديل معينه بسبب ان ده البروفيشن بتاعتك، بسبب ازاي تعرض بيت بشكل معين، ازاي تطلع على السوشيال ميديا للعقارات. يعني كل ما تكون طبعا محدد اكتر كل ما ده بيكون احسن لك بكتير. ده البروفيشن. وانا طبعا لما بتكلم على السوشيال ميديا وبتكلم على بزنس اونلاين، انا مش بتكلم على بس دروب شيبينج ولا برنت اون ديماند ولا مثلا ديجيتال برودكتس، بتكلم على اي حاجه من دول سواء في مصر او بره مصر، لان كل الحاجات دي شغاله. يعني انت ممكن تبيعها في اي حته في العالم. تاني واحده جزء البروفيشن ده كويس قوي مع ناس لو هي فعلا هي حابه الشغل وحباه جدا ونفسها انها تطلع بدخل زياده، وممكن في يوم من الايام يبقى هو ده الدخل الثابت اصلا بالنسبه لها. جزء البروفيشن ده برضه ممكن يتحول لمنتجات كتير قوي، وممكن يبقى حاجه ضخمه جدا قدام. وبالذات جزء البروفيشن هو ينفع فعلا لاي بني ادم. يعني مثلا انا ادي مثال للعقارات، فالنهارده لو انت محاسب، طب هل الناس محتاجه دروس في الاكسل؟ هل الناس عايزه تشوف مثلا فيديو لمده ساعة أو ساعة ونص يبدأ إن هو يعلم الناس إزاي إن هم يشتغلوا كمحاسبين؟ تقدر تعملها. بس في الآخر مش هتكلم على صعوبة الموضوع أنت إزاي تبنيه كمنتج، أنا هتكلم على بدايتك أنت إزاي بتنقي حاجة تبيعها. طيب فدي الجزء التاني. الجزء التالت وده بقى إيه، سلاح ذو حدين، الباشن. انت هوايتك ايه؟ انت بتحب ايه؟ عادة انا في كلمة مشهورة جدا انا بحبها، ان انت طول ما انت مستني عشان تعمل حاجة بسبب انت عندك باشن ليها، ده ما هو الا تأجيل للمشاكل اللي انت هتخش فيها لو دخلت في اي حاجة تانية. هشرح لك. انت النهاردة واحد الباشن بتاعك ان انت تدرب الناس في جيم، تبقى مدرب، تبقى بيرسونال كوتش، ده الباشن بتاعك. لكن انت مش عايز تخش في الهيدك والصداع بتاع مثلا عميل ما راحش مثلا ما عملش الحاجه اللي هو المفروض كان يعملها في فتره معينه، مش عايز تخش في هيدك الحسابات ومين دفع ايه امتى بأني طريقه، مش عايز تخش في هيدك انا ازاي هعمل ويب سايت لنفسي والكلام ده كله. فالباشن ده اللي هو الناس اللي بتقعد تقول لك انا هشتغل بهوايتي بس قدام مش دلوقتي، ده ما بيعملش حاجه غير ان هو بس بيأجل المشاكل اللي قدام، ومش عايز يخش في حاجه لان هو عارف ان هو مش حمل ان هو يعمل كل الكلام ده. لكن لو باشن، سواء بقى هو غنى، انت كاتب، انت ملحن، انت الباشن بتاعتك ان انت عايز تدرب رياضه معينه، ايا كان ايه، برضو الباشن ده ممكن في الاخر يتحول لمنتج وتقدر انت تبيعه في مصر، في الوطن العربي، بره مصر، ايا كان ايه، لانه في الاخر ممكن يتحول لمنتج تقدر انت تبيعه. دي بدايتك دايما عشان تعرف انت مين وعشان تعرف هتبيع ايه. لو انت وصلت للحته دي وعرفت انت عايز تعمل ايه بالظبط، صدقني والله انت هتكون احسن من 90% من البني ادمين اللي هي واقفه هنا وعطلانه هنا وقعدت على القهوه. ليه؟ عشان هي مش قادره انها تقعد مع نفسها وتفكر فعلا. احنا خلصنا دي، عرفنا هنبيع ايه، جميل، هنبيع لمين؟ ودي بقى النقطه اللي هي المهمه جدا، هو will we sell it to. عاده من ال 1500 بقى اللي انا بتكلم معاهم في الاكاديميه وبنتكلم مع بعض في حته انت هتبيع لمين، بيبقى بالنسبه له هو اختار منتج ممكن يكون ما تعبش فيه قوي، شافه ترندنج، بس هو لا يفقه شيء مين هو العميل بتاعه. والعميل ده طول ما انت شايفه ان هو مش بني ادم على الشاشه من الناحيه التانية بيبص على الموبايل شاف 500 فيديو في نفس اليوم بس اختارك انت بسبب حاجه معينه، طول ما انت مش شايف ان ده بني ادم عنده احاسيس، عنده افكار، عنده وقت اصلا يمسك موبايل ولا لا، طول ما انت تاكد ان انت مش هتعرف تبيع حاجه حتى لو انت عارف انت عايز تبيع ايه ومقتنع بيها جدا. هتبيع لمين دي اساس. فانا هدي مثال مثلا بسيط جدا لحاجه انا بشرحها في الاكاديميه. سوق القطط والكلاب بيتعدى ال 120 مليار دولار في امريكا، لان بالنسبه لهم القطه او الكلب ده يعني ايه، حاجه ده يعني حياه، هو حياه طبيعي بس بالنسبه لهم الموضوع اكبر بكتير يعني. فهبيع لمين؟ هنقول مثلا ان احنا بنبيع للامهات، مام، تمام، لان معظم الناس اللي عندها القطط بتبقى ستات او امهات. تقدر بقى انت تعمل تبص على جوجل وتبص على تشات جي بي تي وتبدا تقول ايه هي اول حاجه الايموشنال تريجرز، يعني ايه هي الحاجات العاطفيه اللي بالنسبه للمنتج ده للناس دي يخليهم يشتروا، تمام. فهنقول مثلا ايموشنال تريجرز دي اللي هي زي ايه، زي ان هي محتاجه القطه مثلا بتاعتها تبقى هايدريتد، تشرب ميه عشان ما يحصلهاش مشاكل. طيب محتاجه انها تقلل، ده ايموشنال تريجر عندها. لو هي عندها مشكله انها خايفه على القطه بتاعتها مثلا ان يحصل لها مشكله فتروح لدكتور، ده ايموشنال تريجر، ان الموت. فدايما لازم لما تيجي تخش في الماركت بتاع الناس، مين الناس دي، لازم يكون في حاجه اسمها
starvation حرمان. انا عارف انها كلمه كبيره قوي، بس خلينا اوضحها لك. طول ما انت في ماركت في starvation، طبعا مش لازم توصل لمرحله الحرمان قوي. زي ايه؟ زي مرحله مثلا المناديل وقت الكوفيد، دي كانت حاجه مفيش حد مش عايز ان هو يشتريها، الناس كلها محرومه منها، فبالتالي الديماند عليها اعلى بكتير جدا من اي منتج تاني، مع انه منتج عادي كان موجود في السوق على طول، عمر ما كان عليه الديماند ده. بس بتحاول توصل لاكبر درجه من الستارفيشن الموجوده عشان تعرف تبيع للناس دي. فالنهارده دلوقتي ده خوف، ايموشنال تريجر، ده الجزء العاطفي بتاع الموضوع. ايه الحاجات العاطفيه لو انت واحد في العقارات وقلت ده البروفيشن بتاعك؟ ايه الحاجات العاطفيه بالنسبه لبني ادم؟ هل انت بقالك شهور عندك وحده ومش عارف تبيعها وتعبت انك تحاول تبيعها؟ عاطفيه. هل انت واحد نفسك ان انت تثبت نفسك في الشركه بتاعتك؟ جزء عاطفي. دي الحاجات العاطفيه انت محتاج انت تفكر فيها عشان تعرف مين اللي انت هتبيع لهم، ايه الايموشنال تريجرز بتاعتهم عشان يشتروا المنتج بتاعك. عرفت ده؟ تبدا انت تخش للخطوه اللي بعديها، اللي هو ايه؟ الجزء الفانكشنال، الحاجات العمليه اللي فيها. مثال، هنرجع لمثال القطه تاني. لو انت النهارده مثلا جاي بتبيع ووتر فاونتن ده اللي هو يعني بتاع كده بوله بتنزل ميه عشان القطط تشرب منها. الفانكشنال مثلا حاجه زي ايه؟ انها سايلنت، ما بتعملش صوت. دي مثلا حاجه ممكن الناس تحبها، حاجه فانكشنال في البرودكت نفسه. طب انت تاني واحد في العقارات، ايه الفانكشنال بنفيت في اللي انت بتقدمه؟ لو هو مثلا PDF، فحاجه موجوده عندي على الموبايل على طول، اقدر ان انا استند عليها عشان اعملها في شغلانتي. انا بدي برضو مثال، يعني اجيب لك يعني مثالين ابعد بكتير من بعض، بس دي الحاجات اللي انت محتاج تفكر فيها. الايموشنال تريجر والفانكشنال، الحاجات العمليه في المنتج بتاعك للماركت اللي انت هتبيع له، للناس اللي هي هتشتري منها. وفي الفانكشنال عاده بيبقى لازم ان انت تحط حته البونص فيها، ودي مهمه قوي. يعني ايه الفانكشنال ده؟ هو ممكن المنتج نفسه، فلنفترض انت بتبيع مثلا PDF او شرح مبسط للحاجه دي، فما تبيعهاش لوحدها دايما، لانك محتاج تحط لها مش بس كده، الحاجه اللي انت هتشتريها دي معاها 1 2 3. مثال، لو احنا جينا عند القطط، البتاع البوله دي اللي هي بتقدم الميه، معاها مات او سجاده عشان ما توسخش الارض، ده بونص. لو جينا عند حاجه ليها علاقه بالعقارات، مثال ابعد ما يكون، بدي برضو ده حتى في البروفيشن نفس الكلام، انت ممكن تقيسه في كله. يعني العقارات ايه البونص؟ البونص دي نوشن تمبلت موجوده عشان تكتب فيها كل التو دو ليست بتاعتك بتاعت كل يوم، او الحاجات اللي موجوده في الوحدات اللي عندك اللي انت محتاج تبيعها عشان ما تنساهاش بشكل ظريف. بونص بتخلي البني ادم معاه حاجات كتير تحسسه ان اللي انت بتديهوله اعلى بكتير قوي من اللي هو بيدفعه. طيب عرفنا بقى في الاخر احنا هنبيع ايه، وعرفنا هنبيع لمين. الجزء هنبيع لمين دي لسه ما كملناهوش، فبالتالي عندنا بقى حته برضو مهمه جدا. انت واحد لسه داخل السوق جديد، صح؟ وواحد عندك كومبيتيشن، وواحد ما زلت عايز تبدا ان انت تبيع المنتج ده بتاعك في مجال مش ساتيوريتد، بس في كومبيتيشن عالي. تسال نفسك سؤالين مهمين جدا. اول حاجه، نو ثانكس يعني ايه؟ يعني لا مش هشتري منك. فتقول لنفسك ايه الحاجات اللي العميل ده في الماركت ده هيقوله عشان يقول لك شكرا. يعني ايه الاسباب اللي هو يقول لك فيها شكرا مش عايز المنتج ده. ودي مهمه جدا جدا جدا، لان تاكدوا انتوا كل ما هتقعد يعني تشغل دماغك في الحاجات الصغيره دي، كل ما انت هتلاقي في حاجات معينه بتطلع بيها هتزودها في المنتج عشان فعلا يبقى انت عندك اوفر قوي، ويبقى عندك حاجه فعلا تبيعها. ايه الحاجات اللي هيقولوا عشانها لا، وايه الحاجات اللي انت مقدمها يس بليز عشان اللا دي تتحول انا هشتري، تتحول لواحد يقرر ان هو يدفع لك انت فلوس، واحد ما يعرفكش، شاف اعلان بس على السوشيال ميديا وخلاص. نفس المثال برضو هناخد مثال القطه ومثال بني ادم اللي شغال في العقارات. فعندنا مثلا لا مش هشتري، في مثلا كومبيتيشن، في مثلا برايس، تمام، في مثلا لاك اوف تراست، مش واثق فيك، ما اعرفكش، صح؟ مثال، تمام. اليس دي الحاجات اللي انت بتزودها في المنتج بتاعك او بجانب المنتج بتاعك عشان تضمن ان البني ادم ده كل حاجه من دول يعرف ان هو تتشال من دماغه ويدفع لك انت الفلوس. فمثال، لو انت في كومبيتيشن في المجال بتاعك، في مجال العقارات انا ما اعتقدش ان في ناس كتير جدا بتعمل الكلام ده، بس ده لو واحد عايز ان هو فعلا يعني يستغل الوضع اللي احنا فيه، فهي مش موجوده قوي. بس برضه فلنفترض ان الناس كلها مثلا في العقارات بتقدم PDF، صح؟ بس ما بتقدمش النوشن تمبلت مثلا.
طب لو هي بتقدم PDF بس وما بتقدمش نوشن تمبلت، يبقى النوشن تمبلت دي حاجه زياده تكبرني عن الكومبيتيشن. طب لو الكومبيتيشن كله بيقدم PDF ونوشن تمبلت، ايه اللي انا ممكن اعمله زياده؟ هل هو مثلا سبورت لمده شهر 1 to 1 كول، مكالمتين في الاسبوع، مكالمتين لمده ربع ساعه؟ هل دي حاجه اللي انت عايز تزودها عشان اللقه دي تبقى ولا لا؟ مثال برضو في القطط، سواء هو سعر او سواء هو كومبيتيشن، ده برودكت صح. البرودكت ده لو هو جه معاه الفاونتن او البتاعه اللي هي للقطه، طب هل الكومبيتيشن والبرايس لو انت زودت عليه منتج كمان يليق؟ زي ايه؟ زي السجاده عشان ما نوسخش البيت لما القطه تيجي تشرب ميه. انا عارف المثال ده ممكن يكون بيضحك يعني، بس انت لا تتخيل كميه المنتجات اللي بتتباع للكلاب والقطط في امريكا، ففي الاخر ده سوق، فانت بتحاول تخش في سوق عشان تعمل فلوس، ففي الاخر الفاونتن دي هنزود عليها اداه كمان تضمن لنا ان احنا نبقى مختلفين عن الاثنين دول. طب لاك اوف تراست على السوشيال ميديا بتتعمل ازاي؟ بالتراست بادجز مثلا، دي اداه ان انت تقول مثلا 100% سكيورد، 14 يوم ريفند. والريفند ده على فكره مهم جدا 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 في اي بزنس اونلاين. ليه؟ لان انت في الاخر الريفند ده بيجيب لك عملاء اكتر بكتير من العملاء اللي بتعمل لك ريفند. مثال، لو انت النهارده واحد بتبيع 10 يونتس في الشهر، ايا كان بقى منتج اي حاجه يعني، بس عملت موضوع الريفند تمام، الناس هتترستك اكتر وهتطمن اكتر، فبالتالي بقيت تبيع ايه 18. طب اتعمل ريفند لاربعه، بقيت بتبيع كام انت في الاخر؟ 14، يعني برضو اكتر من ال10 يونتس اللي انت اصلا اوريدي بتبيعهم. فبتغطي كل واحده من دول عشان تعرف فعلا ازاي تضمن ان اللقه دي تبقى في الاخر كده. احنا لحد دلوقتي عملنا حاجتين، احنا عرفنا احنا هنبيع ايه بيزد على بين ولا بروفيشن ولا باشن، عرفنا احنا هنبيع لمين، اللي هو ازاي هنبيعها لانهي شخص، والشخص ده ايه الايموشنال تريجرز والفانكشنال بنفيتس بتاعت الحاجه اللي احنا بنبيعها. وعرفنا كمان لما يجي هو يقول لا، نحول ازاي اللقه دي بالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. هنيجي بقى عند الطريقه في الاخر برضه عشان وقت الفيديو، هقول جزء بقى صغير في الاخر اللي هو ايه، اللي هو النهارده هنطلع منه منتج ازاي. يعني ايه؟ انت خلاص دلوقتي عرفت انت هتشتغل في ايه. هنفترض برضه احنا دلوقتي مش شغالين على السوشيال ميديا وشغالين في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دايما في الاكاديميه، وشغالين في المجال ده مش المجال اللي هو التراديشنال تريد، السوق التقليدي بتاعنا. فعندنا 3 اوبشنز، يا اما هتحول كل اللي انت عملته ورا ده لاول حاجه، يا اما دروب شيبينج، يا اما دروب سيرفيس، يا اما برنت اون ديماند، يا اما ديجيتال برودكت. تمام؟ بمعنى والله انت لقيت منتج بيزد على بين او بروفيشن او باشن هو عندك، والمنتج ده انت لقيته ومعكش راس المال، لان برضو جزء راس المال ده من اهم الحاجات اللي موجوده في المجال، وانت معاك، فنفترض انت واحد معاك راس المال ده، يبقى ممكن تشتغلها كدروب شيبينج وممكن تشتغلها كدروب سيرفيس. دروب شيبينج يعني ايه؟ يعني منتجات بتتعمل في الصين او في مصر او في الوطن العربي، شركات بتقول لك انا عندي البضاعه وعندي منتجات وعايزك انت تسوقها لي، فبالتالي لما انت تيجي تسوقها له بتلينك بس الستور، بتعمل ويب سايت، ولما بتيجي تعمل ويب سايت بتلينك الويب سايت ده بالمنتج ده وبتعمل له اعلانات، ولما حد بيشتري من الويب سايت السبلاير او المورد ده هو اللي بيشحن وانت الوسيط، وبتاخد فلوسك اللي انت حاططها. دروب شيب مثلا بيقول لك مثلا المنتج ده ب $2، انت هتبيعه مثلا ب $8، انت بتاخد الفرق بعد ما بتدي للراجل ده ال $2 بتوعه بعد ما العميل بيشتري، وفي الاخر انت مالكش دعوه باي حاجه ليها علاقه بالشحن. نفس الكلام في السيرفيس، واحد عايز لوجو، هتدفع كام؟ هدفع 20، لقيت واحد بيعملها ب 10، انت بتاخد 10 الفرق، اسمها دروب سيرفيس. برنت اون ديماند وهي الطباعه عند الطلب. يعني ايه طباعه عند الطلب؟ يعني انت لقيت نفسك ان انت الباشن بتاعك انك تشتغل في حاجه علاقه بهدوم، بس انت عايز تبيع في اي بلد في العالم، يبقى انت اللي بتعمله بتشوف مين هم المجتمع، الكوميونتي اللي انت هتبيع لها بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها. الكوميونتي دي هنقدر ان احنا هنبيع لها هودي، مج، تي شيرتس، ايا كان الحاجه اللي انت حباها، هي في الاخر ليها علاقه بطباعه عند الطلب. بالديزاين الحاجه بتاعتك او اللوجو بتاعك او الفريز اللي انت هتكتبها، ممكن تبقى الفريز عبيطه لدرجه بتعيد على الناس اللي هم اعياد ميلادهم في يناير مثلا. احصائيه ان معظم او اكتر من برسنتج معين في الاعياد ميلاد بيبقوا في يناير، فبالتالي انت عايز تبيع تي شيرت مكتوب عليه الناس اللي في يناير او كل سنه وانتم طيبين ليناير، اللي هي الحاجات الغريبه اللي انت بتشوفها في امازون بتبيع اكتر من 20,000 حته و30,000 حته. ممكن دي بس يكون ويب سايت بس لاعياد ميلاد بديزاينز مختلفه.
فبتلاقي نفسك خلصت الديزاين اللي بتعمله، بتبعت الديزاين ده لواحده من الشركات اللي احنا بنتكلم عليها سواء هي في مصر او بره مصر. ولما بتعمل كده وبتعمل الويب سايت بتاعك عشان يبان فيه الديزاين لما حد بيشتري، الراجل اللي طبع الديزاين على التيشيرت هو اللي بيشحن للعميل، وانت برضو بتاخد الفرق. وده البرنت اون ديماند. بدل ما انت تروح مصنع، بدل ما تجيب ناس يعملوا فوتوشوت، بدل ما تحاول ان انت تلاقي نفسك دخلت في سكه راس مال كبيره قوي عليك، بس في الاخر طبعا راس المال بتاع الحاجات دي يعني بيبقى حوالي 50,000 جنيه. ليه؟ لان فيها اعلانات فيسبوك كتير، فيها ويب سايت كرييشن، فيها حاجات كتير، بس مش هنخش في الحته دي دلوقتي. اخر حاجه وهو الديجيتال برودكت، واللي هو مثلا كورس، بي دي اف، اي بوك، جورنال، نوشن تمبلت. كل الكلام ده لو انت مش عارفه تقدر انت تبص عليه، عشان مش هيبقى فيه وقت طبعا ان انا اخش في كل واحده من دول. بس كل دي منتجات اسمها منتجات رقميه، وسوقها يتعدى ال 145 مليار دولار. فهو سوق يستحق ان انت تبص عليه او على الاقل تفهمه دلوقتي. وكل الكلام ده الاي اي ما هو الا وسيله بتساعدك تعمل الكلام ده كله، لكن مش الاي اي اللي هيعمل لك كل حاجه. هي وسيله بتساعدك في كذا حاجه في ده، لكن ما زلت برضو انت اللي محتاج تجتهد وتشوف انت هتعملها ازاي. اتمنى الفيديو ده كان يكون مفيد لاي حد عايز يبدا يعمل حاجه اونلاين في 2026. انا حاولت اشرحه بتلخيص بقدر الامكان او الخصه بقدر الامكان يعني. واشوفكم الفيديو الجاي. صباح الفل.